السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا عليه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم امين يا رب العالمين، عنا وعنكم جميعا وعن العالم كله يا رب، اللهم امين. ربنا يجعل كل ايامكم كده خير وسعادة يا رب، ارفع عنكم كل الهموم والكرب والغم وكل حاجة وحشة يا رب، اللهم امين. واجعل كل ايامكم سعادة يا رب العالمين. النهارده هنعمل روتين جميل جدا 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 وحلو وخفيف ومختلف برضو عن كل مرة. زي ما انتم متعودين معايا، الروتين بتاعي بيبقى خفيف وجميل كده وكله تحفيزي. النهارده انا هعمل صباحتي كده الصبح ان شاء الله، هنعمل فطار مع بعض حلو، وهنروق المطبخ، وهنجيب بضاعة برضو النهارده. هتشوفوا انا جبت بضاعة ايه وهنعمل ايه ومع بعض. يلا يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه. النهارده انا مطلعه كده طماطم عشان اعمل اطبخ بيها، وكمان اعمل ملوخيه، وحاطه بقى البصله كده على النار كده. المطبخ معايا زي ما حضراتكم شايفين، في كده المواعين دي فيها اكل ما عادش حد عايزه، خلاص هنحطه للطيور. والحله دي كمان كان فيها بواقي رز كده، فهنحط برضو للطيور، ونغسل كل المواعين دي. بس في الاول خالص هنعمل ايه؟ هنغسل الطماطم. احنا معانا هنا البصل كده قطعناه تقطيع ناعم وحطيناها على النار، ونروح بقى عشان نشوف الطماطم بتاعتنا. في الاول كده بقى هنغسل الطماطم، نشغل كده الموتور. بغسل الطماطم بغسلها كويس عشان الكبريت اللي بيبقى على الطماطم. دول هنعملهم للملوخية في الأول كده، وبعد كده هنبقى نعصر الطماطم مرة تانية للطبيخ بتاع النهاردة. هنشوف هنطبخ ايه النهاردة. لسه كده احنا لسه على الصبح، ولسه والله مش متأكدة يعني الطبيخ هيكون ايه، بس المهم هيكون بطماطم يعني. كده كفاية للملوخية، 3 حبات كبار. بحب اشطف كل حاجه كده قبل ما استخدمها. احطهم هنا برضو على الرخامه كده لحد ما نيجي نستخدمه. كده البصله اصفرت كده معانا وبقت جميله ما شاء الله زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. والاول مره بعمل معاكم الملوخيه، وطبعا الملوخيه دي انفاس، وكل واحد وليه نفس، وكل واحد يعني الاكل بتاعه بيبقى ليه طعم. بسم الله. انا بحط كده الطماطم مش بصفيها في الملوخيه، بس انا بضربها ضرب ناعم، والخلاط اللي يعني بفرمها فرم ناعم، مش محتاجه ان هي ايه، ان هي تتصفى يعني. هحط عليها بقى كده البهارات، نحط كده فلفل، ونحط كمان كمون، حطينا الفلفل والكمون بتوعها، مش هحط اكتر من كده، هحط بس الملح، وهسيبها بعد كده ايه تسرق. ان شاء الله ربع ساعه كده على ما التسبيكه كده تتسبك، وبعد كده هنشوف الخطوه الجايه هتكون ايه. بس هجهز برضو التوم بتاعها. معايا هنا الرخامه بتاعتي، برضو معايا هنا فول، معايا هنا فول هسخنه برضو كده للفطار.
ومعايا هنا البيض ده. البيض ده ان شاء الله ناويه كده اعمل. عندي كرنبيطه كده وكنت سلقاها، وبفكر ان انا اعملها النهارده. اول مره لسه ناكل الكرنبيط السنه دي، والاولاد يعني حابينه وكده، فقلت بقى ايه، اشتريت البيض ده وقلت اكمل عليه بالبيض من البيض من اللي عندي، وان شاء الله نعمل كرنبيط النهارده. بس لسه برضو يعني ايه، واحنا مع بعض هنشوف هنطبخ ايه النهارده. كده احنا الملوخيه كانت الصلصه بتاعتها اتسبكت، وانا حطيت عليها، ضفت ليها 3 كوبايات ميه، وهي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، وهي دلوقتي جاهزه ايه، ان احنا نحط عليها الملوخيه. هنجيب بقى كده الملوخيه ونحط عليها. شايفين الملوخيه دي، انا اللي يعني الملوخيه دي زوجي جابها لي، وانا بقيت اقطفها كده وانشفها. يعني انا اللي عامله الملوخيه دي مش شاريها، انا اللي عاملاها في البيت كده، عمايل بيتي نظيفه ومفيش فيها تراب ولا اي حاجه. بتفضل تحط بقى كده لما تظبطي السمك بتاعها، مش عايزينها خفيفه ولا عايزينها ان هي اللي هي التقيله القوي، انا عاوزاها بحبها مظبوط. يعني التقل بتاعها ما يكونش اللي هو لكمه تقيل كده، وفي نفس الوقت ما يكونش اللي هو سطايط الميه. يعني هو كده لسه ميه ازاي. وكمان ما بتقلبش كتير، يعني هي بمجرد كده ما هي ما تقلب، وبهدي عليها النار كده. هنحط رول كمان. زي ما قلت لحضراتكم كده، انا بحب اقعد اضيف لما اظبط السمك بتاعها. هنظبط بقى معانا كمان التوم جاهز معانا اهو، وكمان انا ظابطه الملح بتاعها وهدوقها برضو دلوقتي. هي تقريبا بقى كده زي ما حضراتكم شايفين بقى، بقت كويسه، مش دول بس كمان وكفايه قوي كده. هوريكم بقيه الكميه اللي معايا نظيفه وجميله، وحطها في التلاجة. كده بقى انا هسيبها كده ومش هغطي عليها عشان الملوخيه ما ترساش في ارضيه الحله. انا عايزه الملوخيه يعني نص قلبه، وهطفي انا مهديه عليها النار خالص، على ما بس ما اعمل ايه، ما نعمل التوم. هنخرط التوم كده. هنحطها بقى كده على النار. التوم حطينا عليها اهو شويه زيت، وعايزاه بقى لما الحد يحمر كده، ونحطه بقى ايه على الملوخيه، واحلى طشه ملوخيه واحلى ملوخيه النهارده للفطار. وكده الطشه كده التوم احمر. ونروح كده بقى ايه، شايفين دي الريحه بتاع التوم دي. التوم كده انا عايزه اخد ريحه التوم
باخد ريحة التوم تبقى جميلة جدا في الحلة. كمان الملح مظبوط، وضفت كمان كده نص معلقة شطة ليها. شايفين بقى السمك بقى عامل ازاي؟ شايفين السمك بقى التقيلة والجميلة. هطفي بقى كده على النار وكفايه عليا قوي كده. البوتاجاز بقى النهارده هنغسله كده مع بعض، وانا جايبه له ورق فويل بجد تحفه وجميل وتقيل ولونه مختلف. هنعمله مع بعض دلوقتي بس لما نخلص بس الفطار كده. ومعانا برضو نشوف خطوه الملوخيه عشان نعينها. شايفين الملوخيه اللي انا كنت اللي انا عاملاها؟ شايفين نظيفة وجميلة، وعاملاها انا بايدي في بيتي بنظافتي. مش يعني ما بحبش ان انا الحاجة اللي انا انفع ان انا اعملها بعملها وما بشتريهاش، وبعينها في التلاجة كده عشان ما تخيمش وعشان ما تبص. شايفين المخلل ده برضو مخلل ليمون وشطة، وانا برضو اللي عاملاه طالع جميل. والشطة مش مهرية ولا حاجة، جميلة. والليمون برضو حدقه مظبوط وسلقاه كده برضو مظبوط، وما شاء الله طعمه جميل. هنا برضو المش ده انا اللي عاملاه. نجيب معلقه بس عشان اوريلكم شويه. المش ده جميل. جايبه كده انا مش يعني يعتبر زي كخميره مثلا، زي ما بنجيب كده اللبن، وبنجيب علبه زبادي عشان علبه الزبادي تبقى خميره يعني للبن عشان نعمل زبادي. برضو انا استخدمته برضو كده، وجبت نص كيلو مش اشتريته مش قديم اللي هو بيبقى ريحته حلوه ده، وجبت المش وحطيت عليه لبن جاموسي، وحطيت كمان عليه اللي هو الترمس. شايفين الحبيبات دي حب ترمس اهو. وحط عليه جبنه، وحط عليه قشر سفندي، وحطهم كله مع بعض كده وسبته شويه. وده يعني ده فلفل مقطع طويل كده، وبرده مقطع اللي هو القطع الصغيره دي عشان الحراره بتاعتها يعني تخرج في المشي وكده. برضو هنا معانا سخنت الفول، ننزله كده في الطبق، يبقى طبق بقى للفول وطبق للملوخية. الفول ده طبعا مفيش بيت مصري بيستغنى عنه على الفطار. نضيف بقى معانا بقى نجيب كمان الملوخية، واحلى فطار مع الرقاق اللي كنت عاملاه، وكمان عيش طازة. ونفطر النهاردة. تعالوا اتفضلوا وافطروا معانا يا حبايب قلبي. هنغرف بس كمان الملوخية. بقلب كده الملوخية لازم تمشي ايدك فيها قبل ما تغرفي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنروح بقى الشط اللي انا كنت زرع التوم معاكم فيه ونشرت الفيديو، يعني لو انتوا فاكرينه. هنروح بقى نجيب منه شويه خضار كده، جرجير وفجل، ونشوف الزرع اللي انا كنت زرعاه التوم، ونجيب من هناك بصل اخضر بيبقى كويس برده جميل. وطبعا كل المصريين عارفين قيمه البصل الاخضر عندنا حلوه جدا، وعلى فكره هو بقول مناعه برده كويس. وهي حاجه خضره كده تتحط على الفطار على الصبح. صباحكم فل وورد وياسمين. تعالوا افطروا معانا يا حبايب قلبي. هنروح نفطر وبعد كده نكمل بقى ايه، نكمل المطبخ والمواعين والحاجات دي والطبيخ وكده. وكده نبدأ بقى تنظيف بعد ما خلصنا خالص فطار. وهننضف كده الأوضة النوم. بعد كده نبقى نخش بقى على على الأوضة بتاع الأولاد. هنسوي كده الدفاية، وهنحط بقى كده المفرش اللحاف الفايبر. كده هنحط بقى كده الخدديات مكانها. وبعد كده هنروح بقى على الكرسي. طبعا زي ما انتوا عارفين كل بيت فيه اولاد،
كل ما يكون في يعني كل واحد في ايده هدمة او اي تيشيرت ليه يقوم رايح ايه رميها على الكرسي. كل ما اشيل الهدوم من على الكرسي الاقي تاني برضو هدوم على الكرسي. هنشيل بقى كده الهدوم النظيفة بحطها في الدولاب، والهدوم التانية بحطها في الترب. كده خلاص ما عادش حاجة على الكرسي اهو. تقريبا ما لقيتش حاجة، كلهم نضاف يعني ما كانتش حاجة مش نظيفة. فالحمد لله كده الأوضة كمان خلصت كده. وانا دلوقتي هكنسها. دخلنا بقى كده على اوضه الاولاد. هنخش بقى كده على المطبخ عشان نعصر الطماطم اللي هي بتاع الطبيخ. بعد ما خلصت كده تنظيف الاوضتين وسبت الصاله بقى كده الازراء، هي هتكمل بقى ايه كنس وهتظبط المكان. وخلينا بقى انا في المطبخ. المطبخ فيه شغل كتير جدا النهارده. استعدوا معايا وما تنسوش تحطوا اللايك بتاعي. اللي لسه لحد دلوقتي ما حطش اللايك ينزل يحط لايك وينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهنحط بقى كده، حطيت نص فلفل كده اخضر، وكمان 4 5 فصوص توم كده. وهنحط بقى كده ميه عليهم ونضربهم في الخلاط. كده خلاص الطماطم اتضربت معانا. وشايفين البوتاجاز بقى كده ايه منظره لا يسر عادي ولا حبيب، شكله بجد وحش ومش عاجبني. المطبخ بصراحة كله مش عاجبني النهاردة. يعني عاوزة اقلب قلبة كده في المطبخ وانضفه كده واجدد فيه شوية. طبعا المطبخ بتاعي ده الشقة دي مدهونة من 15 سنة. والبوتاجاز بتاعي برضو ده اللي انا متجوزه بيه. فبصراحه انا بحب التجديد، مش بحب يعني على طول حاجه تفضل عندي كل الفتره دي. بس للاسف بقى ايه انا هجدد بطريقه تانية، مش هجدد ان انا هشتري، لا انا هخلي الحاجه اللي عندي القديمه يعني هديلها منظر جميل اكنها جديده زي ما كان. هنطوق البوتاجاز كده وهنغسله كويس قبل ما احط عليه الورق الفويل. جايبه له ورق فويل جميل جدا ومش هتشوفوه معايا دلوقتي. الفويل جايبه له فويل من التقيل ولونه وشكله بجد تحفه، هيعجبكم ان شاء الله. جايبه انا منه في المحل. هصور لكم بقى لقيت عشان الفيديو ده لقيته طول قوي مني عشان كتر الشغل. بصراحه الفيديو كان طويل اصلا بسبب الروتين كان تقيل النهارده والشغل كان متراكم عليا كتير. فانا قلت بقى ايه والله وانا في المطبخ كده طلعت في دماغي فجأة ان انا اشيل البوتاجاز خالص من مكانه واغسل واعمل، ومش عايزه احرق لكم الفيديو فهتشوفوه معايا الفيديو دلوقتي. بعد ما شلنا البوتاجاز ونغسل الحيطان وقلبنا المطبخ خالص كده. البوتاجاز روقناه كده طوقناه وخلاص معانا ما شاء الله بقى جميل. هنشوف بقى كده المشمع الورق الفويل ده. الورق الفويل اللي معايا هنشوف بقى نحطه ازاي كده. شايفين اللون بتاعه الفويل هو طلع بقاله فترة بسيطة و يعني جميل. فانا قلت بقى كده ايه تغيير كلون وكشكل وكحفاظا على البوتاجاز. انا بظبطه كده الاول من الجناب ومن الطروف عشان الورق بتاعه ما يكونش مثلا ايه طويل من ناحيه وقصير من الناحيه التانية. فلازم تظبطيه كده وتظبطي كده حوالين العيون عشان تقدري. شايفين بشوف بس كده العين فين الماسوره عشان اقدر ان انا تدخلي الشعله فيه. كده عملنا واحدة وهنشوف بقى التانية. هو لو رقيق كنت اتكيت عليها كده ايه اتخرمت. بس هو زي ما قلت لحضراتكم فيه الميت تقيل ومهوش غالي ولا اي حاجة. ده الورقة ب15 جنيه. هوريها بقى ان شاء الله في فيديو جاي هصوره معاكم. الورق الفيول ده وريهولكم وهتشوفوه معايا. وانا عندي في البيت يعني هنا ببيع منه الورقة ب15 جنيه. احاول بقى كده ان انا اقور على كل العيون عشان اركب العيون بتاع البوتاجاز.
انا داخله كده المطبخ اعمل فطار عادي، لكن على بالي ان انا اقلب القلبه دي النهارده، ولا انكش المطبخ ولا اعمل حاجه. بس سبحان الله، ده هو نصيب. ويعني وما يعلم الغيب الا الله. فهو خير كده، الحمد لله. النظافة من الإيمان. والنفر أصلا أنا بحب أصلا إن أكون كده في جو نظيف، في مكان نظيف، و حتى يبقى الواحد كده مرتاح نفسي. كده ركبت العيون، عقبال ان شاء الله بقى كده ايه، عندي العين اللي هي الوسطانيه دي، والعين اللي انا لسه هركبها دي اللي هي التانية الوسطانيه، واللي هي لسه ما ركبتش. دول عايزين يتغيروا، عايزه اجيب لهم عينتين جداد. ايوه، دي اللي انا بركبها دي، عايزه اغيرها وعايزه اغير الوسطانيه. الاتنين صراحه ما همش عاجبيني خالص، ومعلوش بيولعوا بقالهم فتره، وعايزه ان شاء الله اجي. هغسل بقى كده الشبكة بتاع البوتاجاز، وهنضفها كويس عشان الدهون وكده. فانا بغسلها على طول. بس بقى ايه، برضو بمشي ايدي عليهم كده بقى. النهارده ما انا قلت لكم يوم الانقلاب النهارده، قلبنا الدنيا كده، فما ينفعش بقى نقلب حاجه ونسيب حاجه. لازم كل حاجه في المطبخ تبقى على ما يرام. اللي ناسي يحط اللايك بتاعي، انزل يحط اللايك. اللي شايفين الحته اللي ما تكونش ناعمه تحت ايدي، بقى اعملها بالسكينه كده عشان تنعم معايا، ما تكونش فيها اي دهون. وبصراحه كمان الصابون بتاعي اللي انا بعمله بيشجعني كمان على الغسيل، بيخليه الحاجه تنضف معايا، والدهون بتروح بسرعه، وما شاء الله بيسهل عليا كل حاجه. نغسل بقى كمان السكينه كده عشان ما نسيبش حوالينا مواعين مش نظيف. هنغسل بقى كمان الصفايه بتاع الصابون السائل والليفه وكده. فانا بغسلها كده كل فتره كده، ايه، كل يوم ويوم كده، او كل ما اجي اغسل على الحوض فبغسلها معايا عشان برضو تبقى نظيفه، وما يتراكمش عليها الدهون ولا حاجه. هنشطفها بقى كده ونحطها برضو مكانها. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا عليه. هنغسل برضو كده القمع بتاع ده اللي هو بنضغط عليها تطلع. وهنشطف بقى كده الحوض كده. يبقى خلاص خلصنا. نغسل بقى الحله كده برضو عشان ما الزليطه ما تقفش عليها كده، الدهون اللي نزلت من الشبك ما يقفش على الحل. طبعا احنا لسه هنغسل كتير كتير كتير، بس احنا برضو ايه، مش عايزه حاجه تراكم على الحوض كده عشان يبقى نضيف. زي ما قلت لكم بحب اقعد في مكان نظيف، مش بحب المكان اللي هو بقى فيه حاجه وحشه او مش نظيفه او مسطره هنا ولا هنا. فانا بحب كده ايه، انظم المكان. بتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش بقى تسيبوا لي كومنت تقولوا لي رايكم في الروتين بتاع النهارده ايه. يا ترى بقى مين فيكم اللي محتاج روتين زي ده ومكسل، وكان مكسل كده زي حالاتي؟ هنحط بقى كده الصابون السائل، هي كانت فاضية، فهنحط بقى كده ايه الصابون السائل نملاه عشان تبقى جاهزة قبل بقى ايه بالمرة قبل ما احطها. احطها بقى كده مكانها في جنب. ويلا نروح نشوف الخطوة الجاية هتكون ايه. هنحط بقى الشبك كده على البوتاجاز، كل شوية نغسل ايدينا. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك. شايفين البوتاجاز حطينا عليه الشبكة اهو بقى جميل. شايفين الحتة اللي جنب البوتاجاز دي من ناحيادي ومن ناحيادي مش عجباني ومتضايقة منها جدا. فانا هشيل بقى كده البوتاجاز خالص من مكانه، وهروح بقى اشوف هي اخبارها ايه.
شايفين بقى المكان تحت البوتاجاز عامل ازاي؟ مش عاجبني خالص. وطبعا البوتاجاز بتاعي من اللي هو النوع القديم اللي الجناب بتاعته مصديه وبتنزل الصدى ده تحت البوتاجاز. زي ما قلت لحضراتكم البوتاجاز ده عندي من 15 سنه، وكمان الجناب بتاعته مش اللي هي اللي بتبقى ستيل، اللي بتبقى نظيفه. فالصدى بتاعه كله شايفين نزل على الارض ازاي. فانا بخيت كده مذيب الدهون وعلى الحيطان كده الاول، وبعد كده هننزل بقى كده طبعا بالارضي. هنغسل بقى كده بالسلكه الدهون المتراكمه على الحيطه كلها. شايفين نضفت ازاي؟ كانت كده بقى ايه الحيطه كل ما انا كنت بقى حطيت عليها مذيب الدهون، وكل ما بعمل كده بغسل كده بالسلكه بتنضف معايا. زي ما حضراتكم شايفين كانت الوضع ازاي، ودلوقتي كان ازاي بقى ازاي. وكمان شويه بقى تشوفوا معايا الحيطه عامله ازاي، وهلزقها كده لزق جميل جدا عشان يحسن لي المنظر بتاع الحيطه. انا بعد ما غسلتها كده هحافظ عليها وهلزقها مشمع عشان ما عادتش الحيطه تتوسخ زي الاول. هنغسل بقى كده الارضيه من تحت. مش عارفه ان انا اصور برضو كويس عشان بس الصوره ما تجيش وكده في الفيديو. فشايفين بقى المكان بقى نضيف ازاي ما شاء الله. الجنب ده كله نضف لسه، اللي هو اللي جنب الحيطه اللي تحت الرخامه ده، وكمان اللي هو تحت الرخامة، واللي هو الاتجاه التاني ده، والرخامة كمان كل ده يتغسل معايا. شايفين غسلت كمان الرخامة اهو كويس. وهنغسل برضو دي كويس للآخر. هنغسل بقى كده الرخامة ونشيل بقى كده اللي عليها والرخامة، وتحت صفية المعالق نشيلها كده في جنب. ونحاول بقى ان احنا ايه نغسل الرخامة بالمرة كمان عشان يبقى الرخام كله اتغسل. هنشيل بقى كده ايوه في المكان ده. احنا غسلنا كده اللي في الجنب دي، بس احنا بنشطف كده بقى ايه بميه عشان تبقى ميه نظيفه. كده شطفناها كمان مره اهو عشان يبقى كده كده خلاص المكان ده كده خلص. وهنحط بقى كده الحاجه مكانها، وهنبتدي بقى ايه نروح نعمل مكان تاني. كده شطفنا خالص، وهنمسح بقى كده الارضيه. هنمسح كده الأرضية كويس ونغسلها كده بالسلكة عشان تنضف. وهننزل بقى كل ده كده هنشده بالمساحة عشان يبقى ما فيه، يبقى تحت البوتاجاز نضف عشان نحط بقى البوتاجاز تاني مكان. قبل ما نحط البوتاجاز بقى مكانه كده بعد الحته ما نضفت كده هنشف الحيطه. وهحط بقى هلزق الورق اللي معانا. هتشوفوه برضو معايا دلوقتي، وهتشوفوا الحيطه بعد ما تلزق عليها الورق. اهو ده الورق. هتشوفوا بقى الحيطه قبل هتشوفوا الحيطه بعد ما نلزق عليها الورق هيبقى منظرها عامل ازاي. انا لزقت ليها كده اللي هي يعني جنب البوتاجاز من الناحيه دي، وهنلزق بقى كده ايه الناحيه التانيه كده برضو هي معانا كده. واحنا هنحاول ان احنا ندخلها بقى كده في الرخامة تبقى في نص الورقة. هعلم عليها كده بالمقص. شايفين علمت عليها بالمقص اهو وقصيتها. وشايفين بقى كده هتدخل علمت على مقاس الرخامة بالظبط. هنشوف بقى كده هتركب معانا ازاي. شايفين الحيطة كان منظرها الاول ازاي، وشايفين بقت نظيفة ما شاء الله ازاي. بمجرد ما بخيت المذيب المكان كله نضف وبقى جميل كده خلاص. وانا هثبتها بقى كده وهلزقها بقى باللزاق السوليتيب اللي معايا. وايه رايكم كمان في اللون الورق؟ بقطع كده بقى ومعلش وبناول نفسي.
كده ثبتها. حاول بقى ان انا اثبتها من جميع الجنوب، عشان انا عاوزاها تدخل كمان جوه شويه، وعشان كده بقص كمان حته كده عشان يعني يبقى تبقى مظبوطه على الحيطه. كده انا ثبتها من فوق اهو. هبتدي بقى اثبتها من جميع الجوانب، وهلزقها كمان بقى كده على الرخامه، عشان لما اجي اغسل او ما او يجي اشغل البوتاجاز او كده، فما يطلعش عليها دهون ولا حاجه. المكان ده حسيت كده ان هو اتشرم كده، فانا بعد ما اقصه بالمقص هثبته، هلزق عليه حته لزقه كده عشان القطع ما يكرش يعني، وتكمل قطع في الورق. ثبته كده، ثبته برضو كده. هنشف بالمنديل كويس، عشان مطرح ما غسلت وكده يعني كان الحيطه مرطبه، والرخام مطرح الغسيل، فانا ثبته كده. ثبته بحته بلاستر برضو. شايفين دهون دهون، كل ايد اتعكت دهون. ده الخرطوم ده طبعا بقى ايه، الخرطوم ده بتاع السخان. انا عامله كده الخرطوم السخان وخرطوم البوتاجاز في انبوبه واحده، يعني هو كده ايه يعني مشترك بروحين. خرطوم رايح للسخان، الخرطوم اللي نازل ده اللي هو رايح للحمام بتاع للسخان، والخرطوم التاني رايح للبوتاجاز. كده بقى خلاص. هحط بقى كده الخرطوم مكانه كده. اتلزق ازاي؟ شايفين اتلزقوا بقى جميل، والحيطه بقت بجد شكلها جميل ونضيف. وهنحط بقى كده ايه البوتاجاز مكانه. هنشف بقى كده بالشرشوبه المكان مطرح البوتاجاز، وبعد كده هنلزق بس الطرف اللي تحت دي بس، برضو هننشف نشف كويس بالشرشوبه بقى، عشان ايه المكان اللي يبقى يخلص مره واحده. هو الوسخ اللي كان على الارض ما كانش يعني هي حاجه لازقه ولا صدى، ده كان بس مجرد ان هو زي صدى، زي التراب كده صدى نازل على البلاط. بس انا مجرد ان انا مسحته وحطيت على ميه او عملته بالسلكه كده، فنضف وبقى تمام معايا. كده حطينا البوتاجاز اهو، وهنرفع بقى كده الغطا كده. بعد بقى كده الورق الفويل كده، بعد ما يعني كان التاني كده، بعد ما قفلت الغطا بتاعه. وشايفين الورق الفويل متناسق مع الورق اللي انا لازقاه برضو على الحيطة كده بقى تمام. ما عادش فاضل بس في المطبخ حاجة، بقية الارض بس نسيقها وخلاص. شايفين حوالين البوتاجاز بقى نضيف وجميل، بسم الله ما شاء الله. جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين بقى الرواسب اللي نازله بقى بعد غسيل الحيطان وبعد غسيل البوتاجاز وتحت البوتاجاز. هنشيل بقى كده الرواسب دي خالص ونمسح بالمساحه، وبعد كده نحط ميه نضيفه ونطوق كده. هنشيل بقى كده الميه دي خالص، وبعد كده نحط ميه نضيفه تاني ونسيب. اللي لسه لحد دلوقتي محطش اللايك بتاعي، حط اللايك بتاعي، ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك في القناه. حطينا ميه نضيفه اهو. واحاول بقى نمسح بقى ايه تحت الرخامه برضو بتاع الرخامه بتاع المطبخ، على قد ما البلاط الابيض بيبان فيه الوسخ وكده، بس برضو ما شاء بسم الله ما شاء الله. بعد ما بتنضفيه كده بتسيقيه، بيبان عليه برضو النظافه على طول. طول ما ايدك في الحاجه بنظافتك يعني هتبقى نظيفه وجميل. هنسحب بقى الميه كده، وكل ما اشد الميه بترجع تاني وراي. هشيل بقى الحامل كده وهنضف بقى ايه الطرقه دي اللي هي داخله عند الحمام، عشان ناخد بقى في طريقنا كده.